السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا حبايب جروب أم حمزة للتسويق. أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب أم حمزة للتسويق، كذلك جروبنا على الفيسبوك أم حمزة للتسويق. دي بقى وحش غسيل السجاد، مكنسة هوفر سمارت لغسيل السجاد والمفروشات والستاير والكنب طبعا. زي ما انتم عارفين يا جماعة ان هم انضف شركتين او اكبر شركتين في السوق لغسيل السجاد، هم شركة هوفر، او هم متخصصين اكتر في المكانس، شركة هوفر او شركة بيسيل. طبعا الاتنين شركتين بينافسوا بعض. شركة هوفر دي شركة امريكي، شركة بيسيل دي شركة هولندي، يعني من الاخر واحدة اوروبية واحدة امريكية. شركة هوفر منزلة اكبر موديلين او افضل موديلين، هما الهوفر بلاتينيوم اللي هي دي هوفر بلاتينيوم، والهوفر بلاتينيوم سمارت. الاتنين نفس المواصفات ونفس الخصائص، بس هنقول لكم بقى في التفاصيل الفيديو. طبعا اللي في الفيديو دي معانا اسمها هوفر بلاتينيوم سمارت ووش. المكنسة دي يا جماعة بتيجي بقوة موتور 1200 واط. المسيلة بتاعتها في البيسيل للأسف معرفش ليه بينزلوها بموتور واطي كده، بتنزل بموتور 850 واط. عشان كده دايما احنا لما الناس بيسألونا بنرشح لهم الهوفر، لأن 1200 واط هيبقى قوي في الشفط، لأن انتوا عارفين الموتور ده المفروض بيشغل الفرش اللي بتدعك السجاد. هما طبعا هنا خطين فرش، وفي نفس الوقت المفروض ان هو بيشغل الموتور اللي هيشفط او المضخه اللي هتشفط الميه والمضخه اللي هتضخ ميه. فما اعرفش يعني، هم طبعا جايز اضرب شغلهم، بس انا شايف صراحه ان 850 واط في البيسيل قليل جدا. الهوفر بلاتينيوم طبعا زي ما قلنا لكم بتيجي ب 1200 واط. كمان ميزتها عن البيسيل ان بيجي معاها فرش مش موجوده في البيسيل، زي الفرشه الدواره دي يا جماعه اهي. ده شكل الفرشه، دي الفرشة اللي احنا بنستخدمها في تنظيف الكنب والسجاد. الفرشة دي كده بتلف، وفي نفس الوقت بنشفط المية من الفتحة دي. فالفرشة الدوارة دي مميزة مش موجودة في البسيل. كمان بيجي معاها دي الفرش بقى اللي موجودة في البسيل. دي الفرشة اللي هي هتلاقوها برضو موجودة في البسيل، بس ميزتها هنا في الهوفر ان هو جايب لها قطعتين، يعني قطعة كده سيليكون بحيث انها تنظف. يعني مثلا في حاجات ما بتبقاش عايزة تخربشوها يعني وانتوا بتستخدموا الفرشة، لان الفرشة دي ناشفة زي ما انتوا شايفين. دي اللي موجودة في البسيل، هنا بيركب عليها قطعة سيليكون كده بحيث انها تنظف وتشفط وتستخدمها الشفط، او تستخدمي الفرشة دي. فطبعا دي برضو ميزة في الهوفر بلاتينيوم. هي طبعا بيجي معاها خرطوم حوالي 5 متر. الخرطوم ده هنا بيركب في الفتحة دي اهو، بنركبه هنا في الفتحة دي الماسورة دي، وبنبدأ نركب في الطرف بتاعه الناحية التانية يا اما الفرشة الدوارة دي يا اما الفرشة دي. زي ما انتوا عارفين المكنسة دي قلنا لكم انها بتيجي بموتور 1200 واط، بتيجي بالتلاتة خزان. دي بقى الفرق ما بينها وما بين الهوفر البلاتينيوم العادية. دي اللي بتيجي بتلاتة خزان، خزان للمية القذرة، خزان للمية النظيفة، وخزان منفصل للمسحوق. ليه؟ لأن الهوفر دي يا جماعة سمارت، بتفهم لوحدها بمعنى أصح. في الهوفر بلاتينيوم انتوا عارفين طريقة غسل السجاد ازاي، ان احنا بنمشي قدام عشان تبدأ تضخ المسحوق والفرش تدعك السجاد، وبعدين ارجع بظهري بالمكنسة عشان ابدأ عملية الشفط. في الاوفر بلاتينيوم بنعمل القصة دي مانوال. يعني ايه مانوال؟ يعني بيبقى فيه هنا مفتاح في اليد دي كده، ببدأ اضغط عليه طول ما انا ماشي عشان اضخ المسحوق، طول ما انا ماشي لقدام، والفرش بتبدأ تلف وتدعك السجادة عشان تنظفها. وبعدين وانا برجع بشيل ايدي انا من على اليد، تبدأ السجادة تفهم ان انت كده في مرحلة الشفط فتبدأ تشفط. الهوفر سمارت هم مسمينها سمارت ليه؟ عشان ما فيش القصة دي. انت بمجرد ما تمشي بالمكنسة لقدام هي اوتوماتيك تبدأ تضخ مسحوق وتبدأ تدعك بالفرش، واول ما انت ترجع بظهرك هي اوتوماتيك تفهم ان انت رجعت بظهرك، فهي تبدأ عملية الشفط. الهوفر بلاتينيوم
اللي هي دي بيبقى التانك الداخلي ده كده مقسوم نصين، بيبقى نص ميه نظيفه ونص ميه ونص المسحوق. لا هنا المسحوق ليه تانك منفصل لحاله. فدي ميزه من الهوفر. كمان فيها خاصيه اللي فين الزرار اهو، الزرار للتجفيف فقط. يعني انا دلوقتي بعد ما دعكت طبعا السجاد بيفضل مندي، هما بياخدوا تقريبا 45 دقيقه عشان السجاد ينشف. هنا فيها خاصيه كمان للدراي. المكنسة الهوفر ميزتها انها بتيجي صفين فرش، صفين اهم، شوفوا ادي فرشة وادي الفرشة التانية. وميزتها ان بصوا الشعر بتاع الفرش عالي جدا، فعشان تضمن انها توصل لكل الاجزاء اللي نقدر ننظف بيها السجاد. خليني بقى كده اسمعكم صوتها. هي طبعا هنا اهو، هي سهلة طبعا انها تتحرك لانها ليها عجل كبير كده، وده صوتها كده في الشفط. طبعا دي ان شاء الله هنبعتها السويس مدام نور الهدى. وطبعا ده الزرار للريليز اللي بدوس عليه برجلي عشان ابدا اميل المكنسه لورا بحيث ان الفرش تشتغل. خليني كده اميله اهو، انا كده ميلته. اول ما هبدا اشتغل هتلاقي الفرش دي تبدا تلف بسرعه عاليه عشان ندعك السجاد. استنى نطلع سنه قدام كده اهو. معلش طبعا عملية صعبة والواحد ماسك بإيد واحدة. مكنسة مميزة، الفرش بتاعتها قوية. دي سهلة الفك الكفر ده، عشان لو في مثلا شعر من السجاد لف على الفرش دي نقدر ننضفه بمنتهى البساطة. ده الكيس اللي بيجي معاها، اللي بيجي معاه جواه الخرطوم وبيتحط جواه الفرشة دي اهو، نحطها كده جوه. وزي ما قلنا لكم الفرشة دي نقدر كمان نركب لها القطعة دي، او نقدر نستخدم الفرشة الدوارة اللي هي بتلف دي. طبعا الحاجات دي كلها زي ما قلنا لكم مش موجودة في البسيل. بيجي معاها مسحوق عبوتين اهم، عبوتين 250 ملي، عشان هي ما شاء الله اقتصادية صراحة في استعمال المسحوق. ده كده كان ريفيو سريع. ان شاء الله المكنسة دي هنشحنها السويس توصل لاصحابها بألف خير وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.